أين صواريخ حماس؟ لماذا حماس لا تقاوم؟ أين الصواريخ الإيرانية؟ ليه هو طيب لما الخول نتنياهو دخل وجابوا الصوره بتاع حاطط رجل على رجل في رفح، اين حماس؟ اين المقاومه؟ طب حماس طب ما حدش قال اين مصر يا اولاد المتنكه؟ اين جيش ولاد فوزيه؟ اين العرب؟ اين كامب ديفيد؟ اين اتفاقيات السلام؟ اين اولاد المتنكه بتوع اتفاقيه الدفاع العربي المشترك؟ ما حدش بيسمع كمان الكلام ده. هم نفسهم الشراميط اللي بيحكوا لك لماذا لا تذهب إلى غزة؟ يا أولاد الشرموطة، يا أولاد المومس، هي غزة ولا جنين محتاجة لمقاتلين، محتاجة لرجال، ولا محتاجة لدعم؟ السلام عليكم. معلش أنا بفصل لي من كذا. بهجت أنا في عجالة بهجت. أيوة عجالة. حياتي لكم جماعة. شوف أنت حتشوف في شراميط كثير حيجي عندك على إكس. لما حماس تقاوم يحكوا لك ضيعت الفلسطينيين ولم تسأل، وإيران استخدمتها عشان تشرد الفلسطينيين، وهلا في مؤامرة عشان يشردوا اللبنانيين. طب نفس الشراميطها لما ما يقاوموش يقعدوا يحكوا لك أين صواريخ حماس؟ أين إيران؟ لماذا لا تدعم إيران؟ لماذا لا تفعل؟ طيب أنتوا يا أولاد الشرموطة عاملين زي جحا وابنه والحمار. يعني لما ركب جحا الحمار قال لك شوف كيف تارك ابنه مشي، طب ركب ابنه قال لك شوف كيف هذا القاسي خلى الولد العاق اللي خلى. لما حملوا الحمار نفسهم قال لك شوف كيف المجانين. انتوا هذول المنافقين اللي بيحكوا لك ضيعوا المقاومه شرد شعبه. طب يا شراميط، انتوا نفسكم كنتوا تحكوا في 2016 و2017 لما كان في هدوء نسبي اين صواريخ حماس؟ لماذا حماس لا تقاوم؟ اين الصواريخ الايرانيه؟ ليه هو لما الخول نتنياهو دخل وجابوا الصوره بتاع حاطط رجل على رجل في رفح، اين حماس؟ اين المقاومه؟ طب حماس طب ما حدش قال اين مصر يا اولاد المتنكه؟ اين جيش ولاد فوزيه؟ اين العرب؟ اين كامب ديفيد؟ اين اتفاقيات السلام؟ اين اولاد المتنكه بتوع اتفاقيه الدفاع العربي المشترك؟ ما حدش بيسمع الكلام ده. هم نفسهم الشراميط اللي بيحكوا لك لماذا لا تذهب الى غزه؟ يا اولاد الشرموطه، يا اولاد المومس، هي غزه ولا جنين محتاجه لمقاتلين، محتاجه لرجال، ولا محتاجه لدعم؟ يعني غزه فيها يعني انيميا حاده في عدد المقاتلين انت محتاج لوجيستكس، انت محتاج لدعم، انت محتاج الى خط ساخن، انت محتاج الى دوله نظامها يكون محترم، ما يفرضش عليك حصار ويمنع عليك الادويه وموقف 500 شاحنه على حدود رفح. هذا اللي انت محتاجه. اما يعني غزه خلاص فيش فيها الا عنتره بهجت صابر يجي يحارب في غزه. يا اولاد الشرموطه، هي المقاومه ناقصها رجال علشان يجي حد من اخر الدنيا يحارب معهم. انت بحاجه الى دعم، واللي بحاجه الى سلاح، الى دواء، الى غذاء وميه للشعب. الى سلاح، المقاومه حتى بتدبر نفسها، انما الشعب العادي الى سلاح، الى تدريب. هذا اللي بيحتاجه. مش ما في نقص اصلا في عدد المقاتلين عشان تيجي تحكي لباجت صابر انت ايش قاعد تسوي روح حارب فيه. هذا نوع من المزاوده والتناقض. لا وعاوز اقول لك اخرس. انت بتعمل ايه؟ اخرس. اولاد شرموطه، اولاد شرموطه بيحكي لك طب ايران، طب تعال جاي انا في عجاله، بس في عجاله. يا اولاد الشرموطه، يا اولاد العاهره، مين سلم العراق لايران؟ الم تنطلق الطائرات الامريكيه في 2003 من قاعده الامير سلطان الجويه في السعوديه؟ الم تنطلق من الكويت؟ اليست الامارات اكبر شريك تجاري لايران؟ الا يتم غسل الاموال التابعه للحرس الثوري وباعتراف المجلات الايرانيه وباعتراف الصحف الغربيه في الامارات؟ طب انتم يعني انا مش عارف، هي نوع من التنطع. طب يا سيدي وفر الدعم، انت بدكش يروحوا لايران وتغطوا في ايران عريان، طب خليه يتغطى فيكم. لا، حاطينهم على قوائم الارهاب، حاطين حماس في السعوديه على قوائم الارهاب. طيب الذباب تبعكم فلسطين ليست قضيتي، وهذول مش ما هم بعرب، وهذول شتات الرومان، واحنا ما دخلنا بفلسطين. طب يا ابن الشرموطه، لا بدك ترحم ولا بدك غيرك يرحم. يا ابن الشرموطه، مين اللي فتح سفاره لبشار الاسد؟ اول من فتح سفاره لبشار الاسد هي الامارات ثم السعوديه. مين اللي اعاد تدوير بشار الاسد في الجامعه العربيه من سنه ونص؟ شكراً. مش السعوديه؟ يلا كمل يا باشا، الله يكون في عونك. تحياتنا ليك يا طيب، الله يبارك فيك يا أكرم.